بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. لايكات كتير يا حبايبي بقى للفيديو، علشان خاطر الفيديو ده جامد جامد جامد. احلى رز بالشعرية واحلى كبد وقوانص واحلى طريقة واسهل طريقة، مش هتبطلوا تعملوها على طول. نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. نصلي على حبيب قلبك يطيب. لايكات كتير، واذا ما اشتركتش في القناة اشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من يوميات ام حنين. معايا يا حبايبي كيلو وربع من الكبد والقوانص. زي ما انتوا شايفين دي كبدة رومي. يعني هي كبدة رومي على كبدة فراخ. دي كبدة رومي والباقي كبد فراخ وقوانص، بس هي اكترها كبد. ماشي يا حبايبي، نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. لايكات يا حبايب قلبي، لايكات كتير عشان الفيديو اكتر عدد من الناس تشوفه، علشان خاطر يستفادوا بالطريقه. معايا 3 بصلات، معايا حوالي 5 فصوص من الثوم. هجيب معلقه سمنه وهنحط الحله بتاعتنا على النار، ومعلقه سمنه يا حبايب قلبي. وهفرم انا البصل دلوقتي في الكبه، او عايزه تخرطيه او عايزه تعمليه حلقات، حسب ما انت حابه وحسب ما انت عايزه. يلا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونكتر من صلاتنا على النبي كتير، عشان كل حاجه نعملوها او نقولوها يبقى ربنا مبارك فيها. ماشي يا حبايب قلبي، انا فرمت اهوت البصل في الكبه بتاعتي، لان انا بحبه ناعم. حسب رغبتك وحسب ما انت عايزه. دولت 3 بصلات كبار ومعاهم الثوم، بس دولت اللي اتفرموا في الكبه. هنزل على السمنه اللي انا سيحتها معاكم دلوقتي، وهفضل اقلب فيه لحد ما الاقيه خد تصفيره كده معايا، يعني مش متقلي قوي يعني. وهنزل بشويه زيت برضو مع حته السمنه. ماشي. وهنقلبه فيهم لحد ما الاقي البصليه بتاعتي دبلت معايا او ادت صفار ذهبي كده مع بعض. ماشي يا حبايب قلبي، الطريقة دي سهلة وجميلة جدا، وعيالكم هيحبوها، وهتعتمدوا على الطريقة دي على طول، ومش هتعملوا غير بيها لانها سهلة. وطعمها تحفة كمان، يعني غير ان هي سهلة طعمها تحفة. اللي بيحب يا جماعة الكبد والقوانص، واللي محتار ان هو يعملها بطريقة ايه، اعملوا الطريقة ديت هتعجبكم جدا، وسهلة جدا ومفيدة كمان. ماشي يا حبايب قلبي، انا دلوقتي حطيت البصلة زي ما انتوا شايفين اهو. خلاص ادتني التتبيله اللي انا محتاجاها واللي انا عايزاها. فدلوقتي بنزل بالكبد والقوانص. هي الكبد بتاعه الرومي زي ما قلتلكوا كبيره شويه، سبتها زي ما هي. القوانص كان فيه نصين برضو كبار، بس دول قطعتهم نصين علشان خاطر يستووا مع الكبد والقوانص التانية. بس زي ما قلتلكوا انا مزوده في الكبد زياده عن اللزوم، عشان احنا بنحب الكبد شويه. ديت الكبده، هي ديت برضو الكبده بتاعت الفراخ بتاعت الرومي، معلش. انا كده نزلت بكميه الكبد والقوانص بتاعتي على البصله والثومه اللي انا بقليهم. هديها تقلبتين كده، وهنزل بالتوابل بتاعتي على على الكبد والقوانص يا حبايبي. تمام، زي ما انتوا شايفين كده اعملوا الطريقه بالظبط، هتطلع معاكم ناجحه وحلوه قوي، وهتعتمدوها على طول. وطريقه سهله 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 سهله، مكوناتها بسيطه جدا، وطعم رهيب، والطعم روعه يا جماعه. وانتوا عارفين ان الكبد دي كبد الفراخ بتبقى فيها بروتين عالي، يعني حلوه ومفيده. انا كذا مره عملتها بصراحه بطريقه غير ديت بالتومه وكده، بس انا جربتها مره عملتها بالطريقه دي، عيالي حبوها جامد. وفي ناس بيحبوها في الدس، احنا برضو بنحبها في الدس. فانا حبيت ان انا اعملها بالطريقه ديت واصورها واوريها لكم. انا نزلت دلوقتي بالملح، شويه فلفل اسود، شويه كاري. ماشي يا حبايب قلبي، يبقى ملح فلفل اسود شويه كاري. اللي حابب يحط كمون يحط، مش حابب خلاص حسب رغبتكم انتوا. وحاجه بسيطه من القرفه يا جماعه. يبقى شوية ملح شوية فلفل شوية كاري شوية قرفة، حاجات بسيطة كده عشان زفارة الكبدة، بس كده. اللهم صل على النبي. هسيبها بقى هديها تقلبتين، وهسيبها تاخد وتدي كده. ده الكاري يا حبايبي اهو. هديها بقى تقلبتين كده بالمعلقة، وهسيبها على النار على نار هادية، تاخد وتدي مع بعضها يا حبايبي. لايكات يا جماعة للفيديو، واللي ما اشتركش او اول مرة يشوف الفيديوهات بتاعتي او اول مرة يشوف في القناة بتاعتي، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس
علشان خاطر يوصلك اشعار باي فيديو انا بنزله. انا كده قلبتها خلاص يا حبايبي، هوطي عليها بقى وهسيبها تاخد وتدي كده مع بعضها. هي هتنزل المية بتاعتها ماشي. اذا لسه محتاجة مية هحط لها مية، مش محتاجة مية خلاص مش هحط لها. هي كده ايه نزلت المية بتاعتها وبدأت ان هي تغلي على النار اهي. دي المية بتاعتها انا ما حطيتلهاش اي اضافات. اللي حابب عايزها برضو لو انتوا حابين عايزينها سبايسي ممكن تحطوا لها شوية شطة، مش حابين خلاص كده تمام. كده طعمها تحفة بصراحة. حابة تاكلها بعيش، عيش فين وعيش عادي برز، كده زي ما انتوا عايزين يعني حسب رغبتكم انتوا. انا عملت رز على شعرية بصراحة معاها لان العيال بيحبوا ياكلوها، يعني بيحبوا ياكلوا الكبدة بالرز. فانا عملت معاها رز ايه، رز بشعرية. انا حطيت دلوقتي معلقتين من السمنة، وحطيت حوالي كوباية ونص شعرية، والرز بتاعي انا غسلته ونقعته في المية. ماشي يا حبايب قلبي. الشعرية بتاعتي هتحمر يبقى تدي اللون الذهبي. هنزل عليها بالرز بتاعي وهقلبهم تقلبتين، ودلوقتي هيبان معاكم في الفيديو. نصلي على الحبيب قلبنا يطيب يا حبايب قلبي. انا بصراحة كنت سبت بقى الشعرية شوية كده على النار وكنت مشغولة شوية، فهرجع اقلب فيها. وساعة ما تدي اللون الذهبي بتاعي اللي انا عايزاه، اللون اللي انا محتاجاه اللي هو اللون الذهبي الحلو ده، هروح نازله عليها بالرز، واحط لها معيار الميه هنحطها مع بعض وشويه الملح. وكده الرز بتاعنا تمام. هسيبه بقى على النار يتلدن خالص. والكبده بتاعتنا نقلتها على العين التانية عشان الرز يبقى قريب منكم، عشان يبقى باين. لو كان على العين البعيده دي ما كانش هيبقى باين. بس كده ادي الشعريه بتاعتي ادتني اللون الذهبي اللي انا عايزاه. نزلت عليها بكوبايتين من الرز، وهقلب فيهم اقلب فيهم، واروح حاطه معيار الميه، واحط شويه الملح. وكده الرز بتاعنا برضو خلص يا جماعه. هقلبه بقى اقلب كله في بعضه. الرز بالشعريه زي ما انتم شايفين كده. بصراحه الاكله دي جميله، اعملوها عيالكم هيحبوها قوي. وكمان بتشبع يعني، لو كميه بسيطه فيها بركه. يعني مش ان انت مثلا تعملي اكله تبقى لا. هي يا جماعه بتشبع يا جماعه. الرز مع الكبده وكده بتشبع. حابه تعمليها سندوتشات، عايزه تاكليها بعيش وتحمري معاها بطاطس، حسب رغبتك برضو حسب ما انت عايزه. انا مثلا بعمل اللي عيالي بيحبوه، وانتوا كل واحد عارف عياله بيحبوا ايه او انتوا محتاجين ايه، انتوا بتعملوه. ماشي يا حبايبي. انا كده قلبت الرز بتاعه هو بالشعريه، واروح نازله عليه بكميه الميه اللي تغطي الرز، واحط عليهم شويه الملح. وكده الرز بتاعنا بقى تمام. والكبده بتاعتنا على النار اهيت برضو. انا كده ايه، انا كنت مزوداها شويه ميه، فكده بتاخد التلدينه بتاعتها. وفي مكونات تانية هضيفها عليها، بس بعد لما بتاخد ايه يعني خلاص اتفضل عليها 10 دقايق ولا حاجه واطفي عليها. هحط معاكم دلوقتي المكونات التانية. كده يا حبايبي ايه، ادي الرز بتاعي اهو ماشي. هيطلع من الفلفل وهيطلع زي الفل، هنشوفوه مع بعض دلوقتي. انا ايه حبيت ان هو يعني ازوده شوية مية، فهزوده شوية مية كمان عشان يبقى المعيار بتاعه يبقى مظبوط. هضيف شوية مية كمان على الرز كده المعيار بتاعي مظبوط. هحط له شوية الملح وهغطي عليه بقى لما يشرب ميته هوطي عليه. ويبقى كده الرز بتاعنا خلص والكبده على النار زي ما قلت لكم. اكله سهله ما بتاخدش وقت خالص ومش متعبه كمان. يعني انت لو وقفتي في المطبخ هتعمليها وانت واقفه، مش متعبه خالص. جربوها واعتمدوا الطريقه سهله جدا. ما فيش كبد وقوانص يا جماعه. في ناس كتير بيقعدوا يجمعوا، يعني اللي بيجيب فراخ يجمع الكبد والقوانص ساعه ما تلاقيهم بقى الكميه كويسه. بتعمليها حلوة للأطفال برضو، كويسة للأطفال. فجربوها الطريقة حلوة جدا. أنا بشوف كده الكبدة بتاعتي
يعني هلاقيها بقى محتاجة مية، احط لها شوية مية عشان تتلدن شوية، لان كانت لسه ما طابتش قوي يعني. فاحط لها شوية مية علشان خاطر ايه تكمل طيابها. وبعد كده يا حبايبي بقى هنشوفوا هنعمله ايه مع بعضين. اللهم صل وسلم وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. معلش يا جماعة، هو الفيديو طويل شوية بس عشان خاطر انا بوريكم مراحل الطريقة من اولها لاخرها. يعني انا كنت عايزة اسرع الفيديو، بس انا مرضتش بصراحة اسرعه علشان خاطر ان انتوا تعرفوا تشوفوه كويس يعني. كده الرز بتاعنا شرب ميته بقى زي الفل اهوت، زي ما انتوا شايفين يا جماعة، مفلفل خالص اهوت، ولا عامل قعر ولا اي حاجة خالص. ما شاء الله عليه. والرزاية طالعة منفوشة ما شاء الله عليه. الرز طالع زي الفل. هنجيبه بقى يا جماعة اللي في الطبق زي ما انتوا شايفين كده، ديت طماطميتين متقطعين مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين، وفلفلتين برضو متقطعين مكعبات صغيرة. الكبدة بتاعتنا شربت المية اللي انا كنت حطاها، وهي كده يا جماعة اتفضل عليها يعني ما فيش 10 دقايق وهطفي عليها. هتجيبي بقى طماطميتين متقطعين زي ما انتوا شايفين كده مكعبات صغيرة، فلفلتين برضو مكعبات كده صغيرة. عندك فلفل الوان، فلفل اخضر، حسب ما انت عايزة تحطي على شطة تبقى سبايسي حراقة حسب ما انت عايز. ماشي. انا كده نزلت عليها اهوت بالطماطم بتاعتي وبالفلفل. يا دوب هتاخد غلوة وهطفي عليها النار، وكده الكبدة بتاعتنا طابت واستوت وبقت زي الفل. وكميتها حلوة يعني تأكل وتشبع. الكمية مش بسيطة يا جماعة، كمية حلوة كويسة يعني. انتوا مثلا لو عاملة عدد بسيط يكفيكوا وهيشبعكوا. انا كده نزلت خلاص اهوت بالطماطم ديت في اخر مرحلة يا جماعة، يعني مفيش 5 دقايق وتطفى عليها على طول. نزلت عليها بالطماطم والفلفل بتاعنا وقلبتها، وهسيبها على النار 5 دقايق. وكده وهطفي عليها بقى خلاص، لان كده خلاص كده انا طفيت عليها. انا كده طفيت على الكبدة بتاعتي، وديت النتيجة النهائية بتاعتها.